مرحبا بكم في قناة عاصفة الشمس. الطارق نيبيرو والنجم ذو الذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا إن شاء الله. بالنسبة لليوم هناك أحداث متنوعة سبحان الله. فهناك إعصار قمعي في الصين، إعصار رهيب يخلف أضرار كبيرة في مدينة نانكال في شانغهاي اليوم. 胸部抱一下，胸部往后一俯，完了跟脸洗，那脸上都血。这人胆子真大，还敢骑车。这是龙江凤，哎呦我的妈，好吓人啊！年年发。哎呦喂，完蛋了！你要上面吃哦，热药。完了。哎。看龙江凤。وأيضا في الصين إعصار قمعي آخر يضرب مدينة سوتشيان. هذا الإعصار كان إعصار عملاق، حول المكان إلى ساحة معركة وكأنه فيلم سبحان الله. السعودية تساقط البرد في بارق عسير اليوم بحجم كبير سبحان الله. 2023 ما شاء الله تبارك. أيضا هناك بروق في تهامة الباحة. أما بالنسبة لسلطنة عمان في ولاية مهلاء محافظة الداخلية هناك فيضانات قوية اليوم، وأيضا هناك عاصفة قوية. دائما نبقى في سلطنة عمان. هناك عاصفة قوية تؤدي إلى تساقط أعمدة الكهرباء في طريق سناو محود. بالنسبة لإيران أدت الفيضانات المفاجئة إلى إصابة 20 شخصا في شمال إيران، بعدما وصفه المسؤولون بأنه أعنف الأمطار في المنطقة منذ 100 عام. وكما نشاهد مشهد جوي لهذه الفيضانات في شمال إيران. باكستان هناك أمطار موسمية غزيرة في ولاية السند البارحة. أما بالنسبة لليمن تسببت صواعق رعدية في مصرع 6 نساء ورجل غرب اليمن، بينما قضت امرأة في سيول التي أدت إلى تدمير عشرة المنازل. أيضا في المكسيك صاعقة تقتل شخصين على الشاطئ
البارحة على ساحل ولاية ميشواكان. الصواعق هذه الأيام أصبحت عنيفة وقاتلة. إيطاليا إعصار قمعي مدمر يجتاح أرجاء ميلانو. كما أن إيطاليا البارحة عرفت زلزال كانت درجته 4.8 وقد أحدث تشققات في المنازل. أما بالنسبة لفرنسا، تسببت العواصف العنيفة في جنوب شرق فرنسا في حدوث فيضانات وسيول قوية وكذلك اقتلاع الأشجار من جذورها. في تشيلي فتتم عملية بحث شاقة عن 3 أشخاص مفقودين في منطقة كوراريهو بعد حدوث انهيار أرضي. أيضا هناك ظاهرة غريبة لشروق الشمس في باجا كاليفورنيا في المكسيك 7 سبتمبر. كانت هناك ظاهرة غريبة زبد البحر الشبيه بالثلج حول ساحل نوفا سكونيا، وذلك بفضل عاصفة ما بعد الاستوائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.